السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في الجمدان ده؟ حاجة كده تحفة جدا. ولا الفراخ الكنتاكي، بس هو مش فراخ كنتاكي، هو أرنبيط. بجد كان حلو قوي. اسمعوا معايا كده صوت القرمشة، صوتها روعة من اول حته لحد اخر حته وهي مقرمشه معايا. من فضلكم لو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك حلو كده زيكم عشان القناه بتاعتنا تكبر ان شاء الله. جبت بقى ايه؟ جبنا القرنبيطه الحجم اللي انت عايزاه، وبعدين هتقطعيها حتت صغيره، مش عايزاها حتت كبيره عشان تقرمش كده تبقى طعمها حلو وتبقى كلها شاربه من الخلطه بتاعتي. الموضوع ده القرنبيط ده ما فيهوش اي افتكاسات، وفي نفس الوقت مطلع طعم. بجد والله اكتر وقت انا اكلت فيه قرنبيط وعجبني جدا جدا جدا، واحسن حاجه ان هو ما كانش شارب زيت خالص. تمام. قطعت بقى القرنبيطه بتاعتي زي ما انتم شايفين، الحجم اللي انتم شايفينه ده، حتت صغيره كده. خليت الميه تغلي ونزلت عليها بشويه ملح وشويه كمون. ما تكتروش الكمون عشان لونه ما يغمقش معاكم. عايزه تحطي شويه لبن في الميه، حطي شويه لبن برده في الميه يبقى كويس. ما عندكيش زي حالاتي كده، اشتغلي باللي عندك وهيطلع معاكي زي الفل. كفايه بركه ربنا. بس هتعملي ايه؟ كوبايه دقيق، وهنحط عليها نص كوبايه نشا، وبعدين التوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، كل ده معالق، وشويه شطه لو انت حابه. كل ده هتحطيه بالمعلقه بتاعه التوابل، اللي هي المعلقه الصغيره بتاعه التوابل دي. تمام. وبعدين هتحطي نص معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر. انا بتكلم على المعالق بتاعه الايه، المعلقه بتاعه التوابل يا جماعه، مش معلقه الشاي، عشان معلقه الشاي بتبقى كبيره شويه. وهنحط بضايه واحده بس كفايه عشان التوفير، محدش فينا بقى معاه فلوس، خلاص كلنا فلسنا. وبعدين هتحطي قد ايه؟ حوالي نص يعني كوبايه الا ربع ميه. المهم اهم حاجه عندي ان سمكها يبقى تقيل، مش خفيفه ومش تقيله قوي زي العجين. تمام، يعني تبقى بين البنين كده. دي عندي كزبره خضراء قطعتها وخدت العروق بتاعتها، مش العروق، اللي هو الورق بتاعها. وحطيت معلقه بيكنج باودر، اللي هي معلقه الشاي بيكنج باودر. تمام. معلقه، ما تكتروش اكتر من كده في البيكنج باودر علشان هتنفش قوي وهتسيب الكفر هيسيب اللحم بتاع القرنبيط، واحنا مش عايزين كده. تمام. وكمان هتخليه يشرب زيت كتير. ده بقى ايه؟ ده الكفر. احنا كده عملنا السائل اللي انا هنعمله، اللي احنا هنحطه فيه. ده بقى الكفر بتاعي من بره، عباره عن ايه؟ كوبايه دقيق، معلقتين كبار من النشا، والتوابل بتاعتي هي زي التوابل اللي عملتها في الكفر، و قصدي اللي عملتها في الخلطه بتاعتي. ونص معلقه بيكنج باودر، مش اكتر من كده، نص معلقه بيكنج باودر. والتوابل بتاعتي: كمون، فلفل اسود، ملح، شطه. قلنا مش عايزين تحطوا شطه ما تحطوش. بس هتجيبي بقى حله كده صغنططه زي الحله بتاعتي الصغنططه خالص دي، او لو عندك طاسه برده صغيره، المهم يبقى عندي زيت غزير، وتنزلي بيه القرنبيطه بتاعتك، وتكون النار متوسطه، ولا هي عاليه ولا هي تكون هاديه قوي يعني. شايفين بقى؟ طبعا هي لسه كده ما خدتش اللون، انا بس بوريها لكم. بجد يعني نصيحه، جربوه وعن يعني بقلب جامد. هيعجبكم طعمه وهيعجبكم شكله جدا قوي قوي، هيعجب اطفالك. واقولك شكله شبه كنتاكي بالظبط. لو كنت لسه موجوده معايا لحد دلوقتي في القناه، ما تنسيش، قصدي في الفيديو، ما تنسيش ان انت تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت يكون حلو زيكم كده. انا كنت بسمعكم صوت القرمشه، مش عارفه بقى احطه في المقطع ده ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.